بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم كي صلاتي، إن شاء الله كامل راكم بخير. تكملة لسلسلة طقم المطبخ اللي حطيت لكم منها جزئين، هذا الجزء الثالث الخاص بالعناب تاع الطاولة. نروح مباشرة لأخذ القياسات. الطاولة تاعي فيها 1.36 يعني 136 سنتيمتر في الطول و81 سنتيمتر في العرض، ثم كل وحدة تقيس الطاولة تاعها. أنا هنا غادي نزيد 20 سنتيمتر من جهة و20 سنتيمتر من جهة ثانية، ولا ما بغيتوهاش مهوده بزاف زيدو 15 منا و15 منا. انا غادي نزيد هنايا 40 سنتيمتر يعني 136 كي زدتها 40 سنتيمتر ولات لي 176. العرض كذلك 81 سنتيمتر زيدها 20 منا و20 منا يعني 81 سنتيمتر زدتها 40 سنتيمتر ولات لي متر 21. نروح هنايا للفولون. هنا عندي القماش الدراوات اللي خدمت به ديجا للطقم هذا. هنا ديت 4 قطع، كل قطعة فيها 25 سنتيمتر في العرض، والطول على حساب عرض قماش الدراوات فيه يعني 2 مترات و40. هذه باغي ندير بها الفولون 2 مترات و40 في كل قطعة، 2 مترات و40 في الطول و25 سنتيمتر في العرض. ركزوا معايا هنايا مليح كيفاش غادي ندير. غادي نفصلها كيما دراوس. هنا الطول، هذا الطول تاع الطاولة اللي هو 1.76 هذا هو طويته على 2 كما راكم تشوفوا 1.76 طويته على 2، ثم طويتها على العرض 1.21 عاود طويتها على العرض، يعني نطويه على الطول نعاود نطويه على العرض. شوفوا هنايا هاد الجهة عندي مغلقة، راكم تشوفوا مغلقة هذه، وهذه تاني مغلقة. صاي هاد الجهة المفتوحة اللي فيها 4 قطع هذه اللي غادي نفصلوا فيها. واش نديرو دروك؟ انا عندي الطول هنايا ناقص هذيك 40 سنتيمتر اللي زدتها. طول الطاولة فقط، طول الطاولة الصافي عندي 136 سنتيمتر. نجيو هنايا ندير واحد الحسابات. عندي الطول تاع الطاولة الصافي عندي شحال؟ عندي 136 سنتيمتر، هذا طول الطاولة ماشي طول القماش. وعندي عرض الطاولة كما هنا تاني ماشي عرض القماش، عرض الطاولة يعني ناقص هذيك 40 سنتيمتر اللي زدتها، عندي 81 سنتيمتر. اذا واش غادي ندير؟ غادي ندير الطول اللي هو 136 سنتيمتر غادي نقسمه على 2. شحال غادي نلقى؟ غادي نلقى 68 سنتيمتر. صحيح هذه 68 سنتيمتر هي اللي غادي نخدم عليها. نروح للعرض. عندي 81 سنتيمتر نقسمه على 2. كي نقسمها على 2 غادي نلقى 40.5 سنتيمتر. هذه 40.5 سنتيمتر هي اللي غادي نخدم عليها. هنايا 68 سنتيمتر وهنا 40.5. 68 سنتيمتر نزيدها 1 سنتيمتر، و 40.5 نزيدها 1 سنتيمتر. صاي واش غادي ندير؟ غادي نجي هنا نجيب المتر تاعي، نجي في الطول. الطول لقيت 68 سنتيمتر زائد 1 سنتيمتر يعني لقيت 69 سنتيمتر. نجي هنا نطراسي في 69 سنتيمتر. من الفوق تاني سقد القياس تاعي 69 سنتيمتر هنايا، ونعاود ندير القياس تاع العرض اللي هو 40.5 سنتيمتر، نزيدها 1 تولي لي 41.5. 41.5 هنايا لحقت هنا 41.5. واش غادي ندير؟ غادي ندير مربع. قلت لكم كيما نفصلوا دراوس. نجيب هنايا هذاك المربع نطراسيه بهذه الطريقه، زدنا 1 سنتيمتر القياس تاعنا، زدنا 1 سنتيمتر. هنا كي نبغي نمقص تاني نزيد تاع الخياطه نزيد 1 سنتيمتر، ما نمقصش على هذيك الطراساج اللي درته، لا نزيد شويه 1 سنتيمتر ونمقص. هذا هو المربع اللي قلعته دروك. نروح مباشره لماكينه الخياطه. شوفوا هنايا هاد القطعه اللي فصلتها هنايا كما راكم تشوفوا، هذا هو المربع اللي قلعته منه. نجو هنايا نديرو، ما نديروش الوجه للوجه، لا نديرو كيما هكا بهاد الطريقه، الوجه يقعد من الفوق، ونجو نخيطو هنايا وين درنا هذاك الطراساج وين كاين هذاك الخط اللي رسمناه تما نخيطو، نخلو 1 سنتيمتر على برا. نخيطوها بهاد الطريقه ونعاودو نروحو نقلبوها. دروك نقلبوها كيما هكا، سقدوها مليح هكا، ونعاودو نخيطو على الجهه الثانيه. وكي نخيطو هنايا نقلبو نخيطو، ما نخلوش القطعه اللي داخل تبان من الجهه الثانيه. نديرو بوان داري في البدايه وبوان داري في النهايه.
نخيطو بهذه الطريقه الجهات الاربعه. شوفوا كيفاش غادي تجي هنايا الخياطه نقيه ومنا حتى حاجه ما باينه. دروك نروحو للفولون. هنا قلت لكم عندي 4 قطع، كل قطعه فيها 25 سنتيمتر في العرض ومتر و40 سنتيمتر في الطول. غادي نجيو نلصقوهم، نديرو شريط واحد نلصقوهم كاع من جهه بهذه الطريقه باش يجي عندنا شريط واحد طويل. كيما هنايا عندنا لا ليزيغ نديرو غير تنيه واحده هكا ونخيطو. كيما تكونش لا ليزيغ وتخافوا لا تسنسر يعني نتحلك، سوا ديري زوج تنيات سوا ديري السيرجي ولا زيكزاك. هنا كي كملت الخياطه لصقت كامل الشريط، الاشرطه هادو كاع لصقتهم مع بعض نديرهم الكفه. هنا كما قلت لكم درت كفه، لصقت الاشرطه كامل مع بعض ودرت الكفه في جهه واحده، والجهه الثانيه غادي نجي نلصقها هنايا باش ندير لها لي بلي باش ندير الفولون تاعي. هنا غادي نخلي 2 سنتيمتر ونبدا نلصق في القطعه الاورانج تاعي في الفولون تاعي. راني نخيط وراني في نفس الوقت ندير لي بلي. نخلي واحد القياس تاع 3 سنتيمتر حتى 4 سنتيمتر على حساب الطول اللي كي دايره نتيا في القطعه هذه اللي باغي ديري بها الفولون. هذه اخر مرحله في خياطه هاد لاناب. ان شاء الله تعجبكم الفكره وتتوفقوا فيها. الفيديو القادم بحول الله راح نخيطوا مع بعض شومان دو طابل، حاجه شابه وفكره مختلفه تماما على اللي راهم في الاسواق، وغادي نوريكم كيفاش تخدموا اشياء مفيده تنفعكم من بقايا القماش فقط. هذه هي النتيجه النهائيه راكم تشوفوا فيها. شوفوا هنايا كيفاش نوريكم كيفاش عن قرب كيفاش جات هاد الخياطه، جات نقيه ما شاء الله. هنا ندير سيرجي، اللي عندها سيرجي ديرها واللي ما عندهاش دير زيكزاك. وهنا في لي كوان تاع لاناب ولا في الدوره وين تجي دايره لاناب هنايا ضعفوا لي بلي، كثروا شويه لي بلي باش تجي النظره تجي شابه. في الجزء الاول من هذه السلسله تاع طقم المطبخ راني حاطه ستار النافذه، وفي الجزء الثاني راني حاطه ستائر البوطاجي. غادي نخلي لكم الرابط ولا الروابط في صندوق الوصف تاع الستار النافذه وتاع ستائر البوطاجي. ما تنساوش كريستالاتي باش تشجعوني وديروا لي لايك وبارطاج ومتابعه بالضغط على زر الاشتراك اللي مازال ما اشتركتش باش يوصلكم كل فيديو جديد نحطه. واللي عندها اي سؤال خليه لي في التعليقات. سلسله طقم المطبخ مازال باقي فيها عده اجزاء، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وتكون هاد لي فيديو اللي نحطهم فيهم فايده لكم باذن الله. نتلاقاو في فيديو قادم الى حب ربي. دمتم بخير والسلام عليكم.